السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شفاء. مرة أخرى غادي نقول لكم رمضان مبارك سعيد. الله يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال يا ربي يا ربي. جيتكم بهذا الفيديو اللي غنقترح عليكم فيه واحد المخيمرات معمرين. كنعرفوا أن في هذا الشهر المبارك يعني المخيمرات معمرين والمعجنات معمرين دارجين عندنا في المطبخ المغربي، ولكن جبت لكم شي حاجة جديدة على مستوى الحشوة. وأيضا الدقيق ما غادي نديرو لا فورس لا فينو لا والو، غادي نديرو دقيق القمح الكامل. وغادي نحاولوا ما أمكن أن المخيمرات ديالنا يكونوا إن شاء الله صحيين ولذاذ، واللي كيميزهم كتر وكتر أنهم كيجيو رطيطبين كيذوبوا في الفم بواحد الحشوة سبيسيال زوينة بزاف بزاف. ما نطولش عليكم، يلا معايا الكوزينة تشوفوا المكونات والطريقة ديال التحضير. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي ناخذ واحد الحبات ديال الفلفلة بلويناتهم. تقريبا عندي هنا 4 ديال الفلفلات خضر، 2 حمر وحبه من ديال الفلفله صفراء الحجم الكبير. هاد الفلفلات هادو غادي نشويهم انايا، وباش نشويهم غادي ندهنهم بالزيت، عاد نديرهم في الشوايه بحال هكا. نحاول ندير غير في يديا باش ما تزهقش ليا. علاش كندهنوهم قبل ما نديروهم فوق الشوايه؟ هاد الطريقه هذه ديال الدهن ديال الفلفله ما كتخليهاش تحرق، وكتحافظ لها على اللوينات ديالها من بعد ما كتشوى. وهاد الحشوه هذه اللي غنديرو اللي غنوجدو مجموعين، يعني لا سبيسياليتي ديالها ولا بارتيكولاريتي ديالها، يعني اللي كتخليها بصراحه متميزه، هي هاد الفلفله مشويه. علاش؟ كنعرفوا ديك لا فيمي غادي نزيدوها مع باقي المكونات اللي غادي تشوفوا معايا، كتعطي واحد لوغو خاص وسبيسيال هاد ميني مخيمرات اولا هكا. خليكم معايا ما تمشيو فين، غادي تشوفوا معايا باقي المكونات والطريقه كامله ديال ديبي حتى الاخر. غندير الفلفلات ديالي يتشواو، كيف ما قلت لكم هاد الفلفله مشويه. هاد لا فيمي، هذا لوغو ديال لا فيمي كيعطيها واحد النكهه زوينه ملي كنضيفوها على باقي المكونات، ولكن بالطريقه اللي غتشوفوا معايا، بالطريقه اللي غادي نميلونجيو لي زوطخ انغريديون مع بعضياتهم، غادي تكون واحد الحشوه اللي متميزه وزوينه، وكتعطي واحد الاضافه لذيذه بزاف للمخيمرات ديالنا المعمرين. الفلفلات ديالي هكا نوقف عليهم حتى يتشواو. في الصراحه في هاد الحشوه بالخصوص الاستعمال ديال الفلفله خصنا نشويوها هكا على البوطه ولا على الفخر اللي كان متواجد. ديك الطريقه اللي كنديروا ديال الفران يستحسن ما نديروهاش في هاد الحشوه هذه، نديروها الطريقه هذه. هاد الطريقه هذه كتعطي واحد الوجو زوين للفلفله، والفلفله في هاد الحشوه كيف ما قلت لكم كتكون واحد الاضافه اللي مميزه وخاصه. توجد كتشوي ليا الفلفله تقريبا، راه كنبقى ندور بها هكا، وبطبيعه الحال الطريقه ديال المغربيات التقليديه، بلاستيك غذائي نقي اللي غندير فيه الفلفله ديالي باش تعرق واحد شويه ويسهل عليا التقشار ديالها. هنا غادي نبدا ندير الفلفلات الخضر، غادي ندير الفلفلات الخضر ديالي حتى هما يتشواو، وهذه بطبيعه الحال كنخليها واحد شويه حتى تعرق باش كيسهل عليا التقشار ديالها. خليكم معايا ما تمشيو فين، غادي نسالي ان شاء الله الفلفله ونقشرها ونقاد. ما كتشوفوا معايا هنا الفلفلات ديالي انا قشرتهم غير للاشاره. الفلفله راه كنغسلها قبل ما ندير هاد الشوا، كنغسلها مزيان. ملي كتشوى وكنبدا نقشر فيها كنحاول انني بحال غير كنكون كنغسل يدي في الروبيني وكندوز عليها وصافي،
باش ما صفقتش ديك النكهه ديال لا فيمي ديال شويه اللي شويناها. حاجه اخرى هانتوما كتشوفوا معايا لي في ديال الزيت اللي كنديرو من قبل ما نديروها ما نحطوها تشوى. يعني شوف كيفاش ما كيكونش عندها داك لي في نوار ديال الشويان، وكتحافظ على لا كولور الاصليه ديالها. هذا هو السر باش هادشي، هذا هو لي في ديال الزيت اللي كندهنوها بها قبل ما نديروها تشوى. هنا انا خديت جوج ديال بصلات هكا موين. غادي نحاول انني نقطعهم رقيقين، كنشلطهم يعني بالطريقه اللي كتشوفوا معايا هنا في الصوره، ولكن الاساس هو التقطاع ديالهم يكون رقيق، نفينيه مزيان حتى يكون رقيق. نفس الامر بالنسبه للفلفله اللي شوينه، غادي نقطعهم بشكل طولي وغادي نقطعهم رقيقين. الفلفلات ديالي كاملين غادي نقطعهم رقاق. المرحله الاولى غادي ندير هذا الموس هذا اللي كتشوفوا معايا بهذه الطريقه، ومني غادي نقطع الفلفلات ديالي كاملين غادي ندوز ناخذ ديك القطعه، ديك الكراطه ديال اليد اللي التقليديه اللي كنستعملوا باش هذه اللي كتشوفوا معايا في الصوره، باش نزيد نقطعهم رقاقين، نفينيهم يكونوا قطيعات رقاق مزيان. هانتوما كتشوفوا معايا في هذه الصوره التقطيعه ديالهم كيفاش كتكون بهذا الشكل، لا البصله ولا الفلفله كتكون رقيقه بزاف. صافي دابا غادي ندوز للمرحله ديال لا كويسون. غادي ناخذ واحد المقيله ولا اناء ولا طنيجره اللي موجود، غادي ندير شويه الزيت. انا درت هنا زويته بلديه، يمكن لكم تستعملوا زيت نباتيه، انا درت الزيت البلديه كما قلت لكم. غادي نحاول بليزو موا تكون الامور صحيه شويش. صافي هنايا كندير البصيله ديالي كنقابلها حتى كنديها وكنجيبها في ديك الزويته حتى كتبان ليا دبالت وبدات كطيح. عاد كنزيد عليها الفلفله دفعه واحده. كنزيد الفليفلات وكنزيد واحد شويه ديال الملح، القياس ديال اللي غادي يملح لي الحشوه. والملح بطبيعه الحال كاين اللي كيبغي يبغيها زايده ولا ناقصه، هذاك الشيء على حسب الذوق. وغادي نزيد واحد راس معلقه، المعلقه الصغيره كدير الراس ديالها ديال البزار. صافي وكنميلونجي العناصر مع بعضها البعض. ما كنديرش تتبيله كثيره، كندير هاد شويه راس معلقه ديال البزار، معلقه صغيره، وكندير واحد 2 معالق صغار ديال الهريسه. بالنسبه للهريسه يعني الحاره، هاد 2 معالق صغار في هاد لا كونتيتي ديال الحشوه راه ما كتجيش حاره، راه غير كتلذذ وصافي. خصوصا انني انا ما غنديرش العطريه، راه كنديهم ونجيبهم حتى كيتميلونجاو وكينشف ليا الماء، ما كيبقاش الماء نهائيا. عاد كنزيد واحد المعلقه ديال الزعتر البلدي اللي كنغسلو من الغبره ديالو تماما، وكنزيدها في التالي كاع. صافي وكنطفي على البوطه وكنخليها تبرد. ما كنقويش قوه العطريه، لان الغرض عندي ان لوغو ديال الفلفله وديال البصله يكون باين مع ديك التنسيمه ديال الزعتر، كتجي يا سلام. من بعد ما كتبرد غادي نضيف عليها الجبن. وهذا الشيء علاش ما كنتبلوش بزاف وكنديروا الزعتر، لان كيتوالم لوغو ديالو مع الجبن. هنا غادي ندير 2 بواط او علبتين من الجبن هذا الابيض، وغادي نخدمه مزيان مع باقي المكونات. غادي ناخذ هذيك سباتولا ديال العود اللي كتشوفوا معايا، وغادي نبدا نميلونجي العناصر مع بعضياتها. كيف ما قلت لكم التتبيله والعطريه راه كنديروها على حساب الحشوات وعلى حساب المكونات اللي عندنا. هاد الحشوه هذه كيتناسب معها بزاف شويه البزار مع الزعتر وديك الهريسه، كتلذذ وكتعطي واحد لوغو حتى هي سبيسيال. غادي نخدم مزيان هذاك الجبن مع باقي المكونات حتى يندمج مزيان، وغادي نخليه جانبا. وغادي ندوز باش نعجن العجينه ديالي اولا نوجد العجين ديالي. انا هنا خديت تقريبا 1 كيلو ديال الدقيق ديال القمح الكامل، وغادي نزيد عليه واحد شويه د الملح الجاد اللي بعدا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه في الجنب، معلقه كبيره ديال العسل، وشويه ديال الملح الجاد اللي غادي يملح ليا وصافي. وغادي ندير واحد هذا كويس صغير عندي ديال الزيت البلديه، قياس تقريبا 4 كاس ديال كاس العنبه، 4 كاس ديال الزيت البلديه ديال بعبار كاس العنبه. الماء بطبيعه الحال دافي، وغادي نعجن العجينه ديالي. بالنسبه لدقيق القمح كما كيعرفوا جميع السيدات، العجينه ديالو هي سهله وما سهلاش. علاش؟
لأن ما خصناش نعطيوه الماء بزاف في الأول، كنعطيوه الماء غير شويش حتى كنجمعوه. ملي كنجمعوه كنبداو ندلكوه، وحنا كنضيفوا ليه بشوية بشوية الماء، كندلكو كنضيفوا الماء بشوية بشوية، كندلكو كنضيفوا الماء بشوية بشوية، لأنه كيشرب الماء غير الجهد ديالو. هذه هي الطريقة بصراحة اللي كتخلي العجينة ديال القمح كتكون ناجحة وكتجي زوينة. لا بالنسبة للمخامر، لا بالنسبة للخبز هكا ديال الفران، لا بالنسبة، يعني كنبقاو ندلكو حنا كنضيفوا الماء بشوية بشوية. صافي غادي نعجن بالطريقة اللي قلت لكم العجينة ديالي، غادي نجمعها في التالي. غادي نحاول نجمع لها الحواف ديالها والجوانب ديالها، وغادي ندير واحد شوية ديال الزيت على الوجه ديالها باش ما دير لي لا قشرة لا والو، بحال غادي غير ندهنها بزويته، بطبيعة الحال زويته بلدية. وناخد واحد البلاستيك اللي كنديرو في الكونجيلاتور ديال الكونجيلاتور، نغطي به العجينة ديالي ونخليها حتى تطلع شوية في الخميرة، ترتاح وتطلع شوية في الخميرة، عاد نرجع ليها. اذا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه ديالي وبدات كطلع شويش في الخميره، ماشي خمرات بزاف غير شويه لان مازال غادي تخمر وانا كنشكلها، هنا غادي ندوز غادي نشكل الخميره ديالي الكويرات الحجم اللي بغينا. انا غادي ندير واحد الحجم صغير الى متوسط، ونقدروا نديروا حتى صغر منه، نقدروا نديروا حتى كبر. انا درت هذا الحجم هذا اللي غتشوفوا معايا. صافي غادي نشكلوا كل كويرات هكا، وغادي نعاود ندير له واحد الدهنه ونغطيه بواحد البلاستيك نحطوه جانبا، وندوز للمرحله الاخيره اللي كنبدا نبسط فيها الكويرات ديالي كيف ما كتشوفوا. غير انا كان ابوي، يعني كنبرك مزيان على الجوانب الحواف ديالها، والوسط كنخليه واحد شويش سميك، كندير معلقه من الحشوه. وعلاش كنبرك على الحواف؟ باش ملي كنبدا نجمعهم بالطريقه اللي كتشوفوا معايا هنا كيتسوداو ليا بواحد السهوله، كيتجمعوا يعني باش كنسوديهم وكنسد على ديك الحشوه. صافي كندير واحد الدهينه خفيفه ديال الزيت هكا من القاع، وكنبدا ديك الكويره كندورها بين يديا باش كنقادها، وكنزيد كنطلق ديك الحشوه باش كتسرح ليا في الجناب. نفس الطريقه غادي ندير، غتشوفوا معايا الكره الثانيه نفس الطريقه. يعني انا كنبسط، ولكن دوك الجوانب كنبرك عليهم مزيان، بحال كنطلقهم بزاف باش كيسهلوا عليا في الجميع ديال العجينه ديالي. والوسط كنخلي واحد السمك شويه باش الحشوه ما تخرجش ليا. صافي وكنبدا نجمع عاوتاني معلقه كبيره ديال الحشوه الوسط، وكنبدا نجمع بالطريقه اللي كتشوفوا معايا، كتجيني ساهله انني نسوديها ونسد على ديك الحشوه. صافي وكنبدا نقادها عاود بين يديا وانا كندورها هكا بشكل دائري باش ديك الحشوه كندهن واحد الدهينه من التحت، وكنبدا ندورها بشكل دائري كيف ما كتشوفوا معايا باش الحشوه تطلق ليا على جميع الجوانب، ونقاد الكويره ديالي. وصافي انا الطياب غادي بصراحه ملي كتكون عندي هكا العجينه هكا قريصات هكا، خصني دغيا دغيا نزرب والمغرب غادي يتركني. اللي كينفعني مزيان مزيان هو ديك البلانشا ديال الطياب. الصراحه ديك البلانشا الطويله كتسهل عليا المأمورية في الطياب، هي اللي غادي نستعمل. كندهنها بواحد شويه الزيت بالبانسو. صافي وغادي ندوز، غادي نبدا نبسط الكريسات ديالي بشكل اللي كتشوفوا معايا، ونحطهم في البلانشا من بعد ما سخنات، ونقابلهم كنقلب من هنا ومن هنا حتى كيتحمروا كيدخلهم الطياب. كتشوفوا معايا هنا بانت لي الحشوه غتخرج راه بسهوله. كنسودي ديك العجينه كنردها بصبيعاتي هكا بالشكل اللي كتشوفوا معايا وكنزلها. غادي نقابلوا المخيمرات ديالنا هما كيطيبوا بالطريقه العاديه، يعني راه كنبقاو نقلبوهم هكا وهكا وهكا حتى كياخذوا الدرجه ديال التحميره اللي بغينا ويدخلهم الطياب. صافي كيكونوا واجدين باش نقدموهم في الفطور ديالنا مع الحريره مع الشوربه مع باقي المكونات ديال الافطار ديالنا. كيكون الشكل ديالهم في الاخير هو هذا اللي كتشوفوا معايا في الصوره. فعلا راه كيجيو لذاذ. وملي ديك العضه ملي كتعض الرطيط بين يعني. وهاد الحشوه هادي يعني حشوه اللي زويونه ومخالفه لدوك الحشوات ديال اللحوم اولا ديال الكفته اولا ديال كيجيو خفاف ما كيجيوش ثقال، وفعلا كيستحقوا التجربه. كنتمنى فعلا انني نكون قدمت لكم واحد الفائده في هذا الفيديو. ما تنساونيش من واحد تغيطة على ديك جيم، الله يجازيكم بخير، ديروها ليا باش الفيديو يتقترح على اكثر عدد من الناس ويستافد الجميع. ولا كنتي اول مره كتشوفي القناه ما تردديش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما جديد القناه. كنتمنى فعلا انكم تكونوا قضيتوا معايا واحد الوقت مفيد وممتع، وتكون القناه فعلا كتقدم واحد المحتوى
جيد وماتع للبنيتات اللي باغيين يتعلموا لا كويزين وللسيدات أيضًا علاش لا، راه بعض المرات فكرة من عندي، فكرة من هنا، كتفيد وكتكون شي حاجة جديدة بالنسبة للناس اللي كيشوفوا لا فيديو. الفيديو شارف على النهاية ديالو، ما بقى ليا إلا نقول لكم مرة أخرى رمضان مبارك والله يتقبل من الجميع، وإلى لقاء قريب إن شاء الله في وصفات جديدة وفي اقتراحات جديدة اللي غادا تكون بإذن الله رمضانية 100%. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.